الشتاء الصيف وبداية الشتاء وفي شهر 9 و10. بعد كده انت وعلى الاسمده لازم يكون في واحد قاعد جنبك. ايوه ما تشربش ميه. انت في الرمل. في الرمل الصفري. ايوه بعد الطميه الرمله مش الرمله الطميه لا. تعمل الطميه وبعد كده الرمله دي شفتها في شرم الشيخ. نعم الصفرة دي تحفر كده زي لا مؤاخذه قبر وتروح دافن نفسك فيه ما بقاش باين غير دماغ. والله يا عم حمدي معايا يا جماعه كده عايز اجيبهم لك هنا واخد بالك في الطميه بتاعت البحر دي. طبعا ايه نظامها دي؟ ده بيكون في شهر 9 9 و10. ده زي ما حكايه ان الواحد بيطوب جسمه. ايوه يدعكوا بالطميه وكده في نهايه الصيف وبدايه الشتاء. وفي شهر 9 و10. الطميه دي طبعا بتشيل الامراض من الجسم. اللي زي الروماتيزم والريماتوي والانف العظام والحاجات دي. عملت المرحله بتاع الطم لازم بعد كده بتروح فين تدفن في الرمل. في الرمله الصفراء. ايوه بعد الطميه الرمله مش الرمله الطميه لا. بتعمل الطميه وبعد كده الرمله دي شفتها في شرم الشيخ. ايوه بيعملوا بيها الرمله ايه. ايوه ما هي الرمله دي. يلا نعملها في دخله البربر ايه. ايوه في الرمله الناعمه الصفراء دي. وتحفر ما يكونش الرمل كده زي لا مؤاخذه قبر. وتروح دافن نفسك فيه ما بقاش باين غير دماغ. بعد كده انت وعلى الاسمده لازم يكون في واحد قاعد جنبك. ايوه ما تشربش ميه. انت بتنتع ميه بقى. تطرد ميه من جسمك اللي هي ايه الميه الوحشه. يعملوا لك بالليله كده بالفوطه راسك وبتاع بتسيب نفسك ساعه ساعتين لحد ما جسمك كله ياخد ليه زي الساونا. طب ده علاج طبيعي زي الساونا. والله البلد دي فيها علاج طبيعي. تطلع من يعني سياحه وترفيه وخضره وميه وفي الاخر واخد بالك يعملوا لك علاج طبيعي. وتطلع من الرمله لازم ايه واحد برضه يلفك بحاجه فوطه ولا كوفيه كده. وبعد كده لازم حاجات سخنه يكون موجوده تشربها حاجات دافيه مش حاجات ساقعه زي انسون زي حرف البر زي اسمده شاي والكلام ده. اعشاب برضه حلوه دي هتفيد المعده. لان انت طردت منها السموم والقرف اللي فيها بعد كده والامراض والبكتيريا. يهدى جسمها لمت وبتاع تلبس خلاص. الكلام ده بس مش في كل البلد هنا في بربر بس يعني. بربر بس اللي مع اللي هي اخر يعتبر غرب سيف. ده حاجه جميله برضه حاجه جميله والله.